رحلة جديدة دلوقتي ورايحين دلوقتي لنيويورك. طبعا البوردنج بتاعنا وعدينا على الجوازات وخلصنا كل حاجة، وحصل معايا موقف بصراحة حابب ان انا اتكلم فيه شوية، وده اللي انا هوضحه يعني دلوقتي. وهو ان انا لما رحت على الكاونتر علشان اخد البوردنج بتاعي، انا كنت حاجز عن طريق شركة وسيطة. فاللي حصل ان ربنا يلحقني يتكلم قبل ما يتكلموا تاني. يعني باختصار كده انا كنت حاجز اساسا عن طريق شركة وسيطة، مش هنقول اسم الشركة عشان خاطر هو الملكية والكلام ده كله، عشان خاطر المشكلة اللي حصلت في الدولار، وان في مشاكل في الكريدت كارد والليميتس والكلام ده كله. طبعا التذكرة غالية نسبيا. فاللي حصل ان انا كنت حاجز من القاهرة للندن يوم 24 ويوم 25، يعني تاني يوم حاجز من لندن لنيويورك. التذكرة دي تذكرة واحدة بس. الفكرة ان في البريتش ايرويز يعني عندهم ترانزيت طويل، ترانزيت 20 ساعة كان، والتذكرة ساعة ترانزيت 20 ساعة. فقلت ان انا استغل التذكرة دي عشان ادخل بيها لندن. يعني كده مش معايا فيزة انجلترا، لكن فيزة امريكا بالمناسبة هتدي لك 24 ساعة يعني انتري بيرميت، او ان انت تقدر تدخل لندن فيها. فعشان كده انا اخترت التذكرة دي. المهم ان انا وانا على الكاونتر اديت لها الباسبور عادي، فطبعت لي البوردنج بتاع الرحلة او الفلايت من القاهرة للندن، ودي طبعت عادي واديتها لي. لكن البوردنج بتاع لندن لنيويورك ده كان فيه مشكلة. طيب المشكلة كانت ايه؟ ان حصل زي سسبنشن على التيكت، عشان خاطر التيكت، او هي قالت لي ان التيكت بتاعتي ابجريدد للبيزنس لكن ما اتدفعتش. فانا ما عملتش كده، انا يعني دخلت عملت موديفيكيشن ان انا زودت بس شنطة، لكن انا ما عملتش اي موديفيكيشن ان انا اعليها البيزنس او الكلام ده كله. انا كده اساسا يعني اقل فلوس فين وبدفعها، يعني ما بدفعش فلوس لا في بيزنس ولا الرفاهيات اللي بالنسبه لي ملهاش اي 30 لازمه دي. بس فقالت لي ان انا ارجع لشركه الطيران او الشركه اللي انا حاجز من خلالها علشان يشوفوا لي المشكله دي فين. تمام، تفهمت الموضوع، كلمت الشركه الوسيطه وحطوني طبعا على هولد فتره طويله. وفي الاخر قالوا لي ان الموضوع حصل من الشركه نفسها اللي هي البريتش ايرويز. تفهمت الموضوع، كلمت البريتش ايرويز، وبصراحه يعني اتفاجئت من المعامله كويسه جدا بصراحه، شركه محترمه جدا، وردوا عليا. هم حطوني طبعا على هولد فتره طويله. الراجل قال لي، يعني شرحت للراجل المشكله وتفهم الموضوع، وقال لي ان هو هيتناقش مع التيم الخاص بيه حاجه زي كده. وفعلا حطيني على الهولد بتاع 18 دقيقه كده، ورجع لي وقال لي ان the issue is resolved وتمام اقدر ان انا اكمل رحلتي. شكرته بصراحه، ويعني الموضوع تم بسرعه لان انا برضو كان فاضل لي ساعتين بالظبط على الرحله بتاعتي. تمام. رجعت بعد كده للكاونتر تاني، وقالت لي تمام المشكله اتحلت وكله تمام واقدر اكمل رحلتي. بصراحه استريحت فشخ بعد الموضوع ده، كنت قلقان جدا الصراحه. قلت مش اول طلعه بقى بعد المشوار ده كله والحجوزات والترتيبات دي كلها كله يروح في الارض يعني، فكانت هتبقى وحشه قوي بصراحه يعني. المهم ان بسأل بعد كده بقى، طيب انا دلوقتي بقيت يعني ايكونومي زي ما انا كنت حاجز في الاول ده، انا بسأل على التذكره بتاعت من لندن لنيويورك. فالمفاجاه هنا ان هي قالت لي ان هي upgraded to business. ف يعني دي اول مره في حياتي هكون بركب فيها بيزنس، ف مبسوط فشخ بصراحه. هيبقى فيه فيديو عن الموضوع، فاتفرجوا على كل الفيديوهات اللي هتنزل، هيبقى فيه فيديوهات قويه جدا. ويلا بينا نكمل رحلتنا ونشوف اذا كنا هنقدر ندخل مطار هيثرو ونعدي منهم وندخل لندن ولا لا. نشوف حوار ال 24 ساعه. فيلا بينا نعمل رحلة قوية. ولو انت على اليوتيوب فاعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات كلها، او لو انت على فيسبوك او على الانستجرام فاديني الفولو المتين. ويلا بينا نبدأ ونكسر الدنيا مع بعض. داخلين على الطيارة دلوقتي،
ونشوف الدنيا هناك هتبقى عاملة ازاي. المفروض إن هما حاطين لي في الآخر رقم 26 داخلين دلوقتي اهو. مرة أخرى حضرة السادة المسافرين أسعد الله مساكم كل خير. محدثكم ياسر وبالنيابة عن جميع أفراد الطاقم النهارده. احنا في الطيارة في الإيكونومي كلاس يعني لسه البيزنس ده بقى المرة اللي جاية بقى الرحلة اللي جاية. طيارة عادية جدا حتى مفيهاش شاشة خالص. زي ما انتوا شايفين حتى الكرسي مفيهوش شاشة. كان سيت جنب شباك. يعني دي الحاجة العيب الوحيدة اللي في الطيارة دي كلها. بس والأكل كان يعني ممكن نشوف الأكل كده. بس هو ده دي الدنيا. كانت الإيكونومي كلاس في البريتش ايرويز. وصلنا دلوقتي مطار هيثرو، هنركب الشاطل. لا we have to wait. Okay yeah sure. نستنى بس شوية كده دلوقتي مش هنركب باص. اهو جو ساقعة فشخ بصراحة، وانا معرفش نعمل في نفسي كده ليه. بس يلا اهو ادينا رايحين كده نشوف بقى ندخل البلد ولا لا. الحمد لله ان الدنيا ما بتمطرش. يلا بينا كده. احنا دخلنا المطار كده بقى، نطلع فوق ونعدي على الجوازات ونشوف كده يختموا لنا ولا لا. يلا بينا. يعتبر دلوقتي خلاص ختمت وخرجت. دلوقتي المفروض انا رايح بقى على الكاستمز وخلاص كده تمت بحمد الله. وخلاص كده انا المفروض ان انا داخل البلد. هنروح بقى نخش كده ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. المفروض ان احنا هناخد بيكاديلي لاين. المفروض انا عندي كاوتش سيرفنج هيصادفني اليومين دول او اليوم ده يعني كده قاعد لغايه بكره بس. هنشوف بقى، نروح ونشوف وهنكون بنصور لغايه لما اوصل ان شاء الله. دلوقتي خرجنا بره المطار. المفروض دلوقتي ده الاندر جراوند والكلام ده كله. المفروض ان احنا هنروح ناخد الاندر جراوند دلوقتي. في هيثرو اكسبريس والإليزابيث لاين والكلام ده كله. بس الكلام ده كله ريل. احنا بنجوشي، فبالتالي هنروح الاندر جراوند اللي هي الدورية دي وفيها خط. وبس نوصل هناك كده ونكمل نشوف الدنيا كده معانا هتوصل لايه. ده الاندر جراوند. قررت ان انا مش هشتري تيكت. بيقولوا انها هتبقى اغلى، فممكن اباي بالكونتاكتلس. ده المترو او الاندر جراوند يعني. خش كده. ناخد الليفت او الاسانسير. trains ده بيشتغل ازاي؟ بس هو المفروض كده يشتغل. This lift serves all floors. The next stop is Piccadilly line trains to central London. Piccadilly line trains to central London. Piccadilly line train.
افتح. دي الجيتس اللي هناك دي. ودي المترو ماب. هاي. دلوقتي داخلين الاندر جراوند. وده المترو يا جماعة، ده الاندر جراوند في لندن. في رأيي الشخصي بصراحة لا يعني هو متشعب طبعا وبيوصل لكل حتة في المدينة كلها، بس لا مترو القاهرة إلى حد ما أنظف وأكبر كمان، يعني العربيات نفسها أكبر في القاهرة. دي حسيت إن هي ضيقة شوية. دلوقتي خارجين من المترو واي اوت، نروح للكاوتش سيرفينج بتاعنا، نطلع ونشوف الدنيا ايه نظامها وكده، نكون بنشوف أول حاجة في لندن مع بعض. Lift number 3 will be the next lift. ناخد الأسانسير. المفروض إن هو بيفتح من الناحيتين. الناحية دي قفلت Keep clear. Doors closing. والناحية دي هتقفل، واحنا لوحدنا كده في الأسانسير. نايس. طبعا شكلي متبهدل بصراحة، تعبان ومن الصبح بقى وانا في الحوار ده، المطارات والكلام ده كله، والطيارة كانت مملة بصراحة. الطيران دلوقتي بقى بالنسبة لي ممل جدا بصراحة. دلوقتي هيفتح. دي العمارة احنا طالعينها، طالعين عند الهوست بتاعنا كاوتش سيرفينج. ودي الأوضة اللي احنا هنقعد فيها النهاردة. فخمة أوي بصراحة، يعني حلوة بعد العناء اللي احنا قضينا ده كله. سرير حلو، كنبة حلوة، وبس كده كان يومنا النهاردة. دلوقتي بقى هننام، نصحى فايقين عشان بكرة بقى ايه، ناخد جولة كده. عندنا بتاع 8 ساعات كده ولا 7 ساعات، هنشوف هنعمل فيهم ايه.